متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مجددا في هذا اللقاء الخاص بأحوال الطقس خلال يوم الغد وبعد قدر الله، بداية من يوم الاثنين. حسب توقعات النماذج العالمية للطقس، تتوقع عودة الأمطار الرعدية مرفوقة في بعض الأحيان بحبات البرد، وذلك بداية من يوم 25 مارس بحول الله تعالى. وأما الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي الولايات الشمالية الغربية وبعدها الوسطى، تليها الشرقية أمسية الثلاثاء. وهذه الأمطار متابعينا ستكون رعدية مع بعض الرياح محملة بحبات البرد. وقبل الدخول في التفاصيل، نرجو منكم الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد بخصوص توقعات أحوال الطقس في الجزائر. إذا مشاهدينا الأعزاء، كما نوهنا بالنسبة لتوقعات الطقس ليوم الغد السبت، سنشهد أجواء مستقرة وصافية نسبيا في أغلب مناطق الوطن، ومغشأة في الصبيحة على بعض الولايات الساحلية الشرقية. وبالنسبة للحرارة، سوف نشهد ارتفاعا مؤقت لدرجات الحرارة مقارنة بيوم الجمعة، وسنشهد بعد ظهر يوم الغد كأقصى مقياس 30 درجة في الولايات الشمالية الساحلية الغربية، و38 درجة في أقصى الجنوب بحول الله تعالى. أما بالنسبة لحالة البحر متابعينا الكرام، سوف يكون البحر من قليل الاضطراب إلى مضطرب على السواحل الغربية، وبحر من هادئ إلى قليل الاضطراب على السواحل الشرقية والوسطى. وسنوافيكم بالولايات المعنية بتساقط الأمطار ليوم الاثنين والثلاثاء بدقة في قادم الفيديوهات بإذن الله. شكرا لمتابعتكم.